بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ تكونوا بخير وصحة وسعادة وسلامة، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. النهاردة هشارككم آخر وصفة من وصفات شهر رمضان، وهي تسالي العيد. هنعمل مع بعض الترمس وكمان الحمص والفول بطريقة العربيات، طريقة سهلة وبسيطة، بس حبيت أشاركها معاكم. بس ياريت ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد في المستقبل إن شاء الله. ويلا بينا نبتدي الطريقة على بركة الله. عندنا نص كيلو ترمس، هنقيه كويس ونغسله غسلة كويسة، وبعد كده نحط له مية سخنة بتغلي. ونجيب الحمص نفس العملية، نغسله غسلة كويسة وبعدين نحط له مية سخنة بتغلي، ونركنهم لمدة ساعتين. وبعد كده نروح نجيب الفول بتاعنا على طاسة ونحطه على النار، ونبتدي نقلب فيه كده لحد ما نحمصه، وما نشيلش ايدنا من عليه عشان ما يتحرقش في جنب وجنب، لا لازم يكون التحميص من جميع الاتجاهات متساوي. وده هتلاقوا طعمه احسن من بتاع العربيات. بدل ما تشتروه شوية قد كده ب5 جنيه و10 جنيه و15 جنيه، انت هتعملي وليمة ما يكملش معاكي 25 جنيه. وكده ابتدى اخد اللون الطبيعي معانا. هنجيب بولة ونحطه فيها، ونجيب له مية سخنة بتغلي ونحطه عليها ونسيبه لمدة ساعتين برضه، ونغطي عليه ونسيبه. وبعدين نطفي البوتاجاز ونروح نشوف بعد ساعتين الترمس بقى معانا شكله ازاي. وطبعا هنحط في الفول معلقة ملح عشان يتملح معانا، لان مش زي الترمس بياخد الملح بتاعه من الاول. فكده حطينا معلقة ملح وقلبناه وسبناه وحطيناه كده. وهنروح بقى نشوف الترمس والحمص بتاعنا كده اتنقع معانا، والترمساية مستوية واخر حلاوة اهي. هنروح نصفيه ونغسله من المية اللي بتاعت النقع او اللي حطيناها فيها واخدت المرارة بتاعتها. هنصفيه وناخد الترمس بس ونغسله مرة واتنين وتلاتة تاني، وبعدين نحطه في حلة ونحطه على البوتاجاز. نفس العملية هناخد الحمص بالطريقة دي. هنحط معاه استقول لكم جزرة. الجزرة دي بمجرد ما تستوي يبقى الترمس استوى، بعدها تطفي عليه على طول عشان ما تستويش معاك الترمس أكتر من اللازم ولا يبقى ني. السوى بتاعة الجزرة هو سوى بتاع الترمس، فياريت تاخدوا بالكم من الحتة دي. وبعدين بنجيب الحمص نفس العملية، نغسله ونصفيه مرة واتنين وناخده على حلة برضو ونحطه على البوتاجاز الحاد لمدة ساعة ونص. بأول ما بيغلي معانا على البوتاجاز بنوطي عليه ونسيبه ياخد مع نفسه لمدة حوالي ساعة أو ساعة ونص. وطبعا انتوا عارفين عيد الفطر ما يحلاش إلا بالتسالي بتاعة الترمس والحمص والفول. وبعدين بنصفي الفول ده ونسيبه
على جنب ونحطه على نار لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة، لأنه هو كده كده مستوي معانا بالتحميص والسلق بالمية السخنة، بيعتبر مستوي. فبنحطه في مية سخنة لمدة يعني حوالي ربع ساعة أو نص ساعة، وبيستوي معانا وبيدينا الطعم اللي احنا عايزينه. وكده حاطين الترمس والحمص على النار، ومجرد ما يغلي هنطفي عليه ونوطي عليه ونسيبه ياخد مع نفسه. وكده الحمص اهو استوى اهو. هنصفيه ونحطه في البولة، وبعدين بنصفي الترمس. شايفين الجزرة اتقسمت نصين، يعني ما قربتش عليها، هي استوت بمجرد ما حطيتها. وبنحطها على الحمص، نحط الترمس على الحمص ونصفي الباقي. وبعدين بنروح نغسل البولة دي اللي احنا صفينا فيها وندلق المية اللي فيها، ونجيب مية نظيفة ونحط لها معلقة ملح على معلقة ونص بابريكا على معلقة كمون. معلش انا الكمون حطيته وما خدتوش بالكم لما حطيته، لان كانت الكاميرا مطفية، معلش انا اسف. بابريكا، وبعدين بنحط الكمون، وبعدين نحط الترمس والحمص فيه. بعد ساعة تاكلي منه، يعني كل الموضوع ده ما كملش 3 ساعات. وهنعمل عليه عصرة ليمون. نعصر ليمونة كبيرة كده عليه، ونحط بعدين الترمس والحمص في الخلطة اللي احنا عملناها دي، ونسيبها لمدة ساعة زي ما قلت لكم كده، ونقلبها ونشيل الجزرة اللي موجودة دي، اللي خلاص ملهاش لازمة. هي عملية اختبار للترمس استوى او لسه. كده هنغطيه، وبعد ساعة تاكلي منه احلى ترمس بتاع عربيات. طعمه خطير خطير خطير. وجنب منه الفول طبعا اللي احنا عملناه، شايفين مستوي ازاي. بعدين بنجيب طبقين كده ونحط طبق فيه فول وطبق فيه السوداني، ولازم تكون المعلقة بالشكل ده عشان ما تحطيش ايدك في الترمس عشان ما يبصش منك، من افضل كده. وبعد كده تعبيه في حاجة وتقفلي عليه وتحطيه في التلاجة، هيقعد معاكي مدة، ياخد معاكي ايام العيد كلها. ترمس في منتهى الحلاوة وطعمه مفيش بعد كده. أتمنى اللي وصل معايا للمرحلة دي يا ريت لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، وإلى اللقاء في وصفة جديدة.